اشهد صلاة الفجر مع الجماعة حتى ترى عجب العجاب. ترى أن آلاف مؤلفة بل ملايين تغط في سبات عميق، وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب منادي الله. ينطلق أذان الفجر في 4:07. اخرج إلى الشارع، اخرج حتى تعرف مقدار المأساة. فلا تكاد ترى سيارة تتحرك، لا تكاد ترى إنسان يسير، لا تكاد تسمع أصواتا في البيوت. ادخل المسجد ترى آباء وكبارا في السن وقلة قليلة من الشباب الذين هداهم الله، والبقية الباقية تغط في سبات عميق، والبقية الباقية تغط في سبات عميق. ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة، ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة وانظر إلى الناس قد ملأوا الطرقات والتقاطعات وانتشروا في مناكب الأرض يطلبون الدنيا، ما كأن الله قبلها بساعة ناداهم مناديه: الصلاة خير من النوم. وواقع حال كثير من الناس يقول النوم خير من الصلاة. أسألك بالله العظيم، أين صليت الفجر اليوم؟ في صفوف المصلين أم اتصفت بصفات المنافقين؟ أليس أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ أليست هذه الأمة قد اتصفت بالنفاق في مشارق الأرض ومغاربها؟ تريد تعرف مقدار المأساة؟ اسمع بارك الله فيك. زرت ثانوية من الثانويات منذ أيام مضت، وبعد أخذ وعطاء تعداد المدرسة أكثر من 800 طالب في ريعان الشباب، أعمارهم تجاوزت 18 و19 و20 عاما. رجال المفترض أنهم يغيروا الواقع، أنهم يبدلوا الحال. سألتهم بعد أخذ وعطاء: أصدقوني في سؤالي هذا، من منكم صلى الفجر في جماعة؟ كم تظن؟ من 800 100 200 أم 3 أم 400؟ والله الذي لا إله إلا هو لم يتجاوز العدد 20. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعدادها 800 طالب، 20 طالبا فقط، و780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال وأمتنا ضيعت الصلوات؟ وأمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين.